السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الاول كده ما ننساش نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده هنعمل مع بعض كوارع بطريقتي انا، ان شاء الله تعجبكم. بصوا، اول حاجه عملناها احنا غسلنا الكوارع كويس جدا ونضفناها، شايفين بيضه وبتلمع وزي الفل. تمام. تعالي هنا في الحته اللي بيبقى اللي هي الحافر او الضفر، مش عارفه اسمها ايه. بصوا كان فيها حاجات هنا سودا كده، فانا شلتها بالسكينه بحيث ان الحاجه معاكي تبقى نضيفه زي ما انت شايفه معايا كده. تمام. معايا هنا طبعا ميه مغليه ما فيهاش اي حاجه، انا الميه دي ما فيهاش اي حاجه. هنحط فيها الكوارع بتاعتنا اهي، ما حطيناش فيها اي حاجه. خلاص كده حطينا الكوارع بتاعتنا. هنسيبها بقى في الميه تغلي كده 3 4 غلوات، وبعدين هنشوف هنعمل ايه. بصوا، هي دلوقتي انا سبتها ربع ساعه قعدت تغلي مع بعضها لحد زي ما انتم شايفين كده، طلعت كل بقى ايه الريم، الزفاره، اي حاجه مش عجبانا. تمام، طلعتها فيها. طبعا احنا هنطلعها اصلا هنا من الميه دي كلها كده، وبعدين هنغسلها وايه وهنعمل ميه من الاول وجديد. بصوا انا حطيت كمان معاها، كان في عندي هنا عكاوي. تمام، فقلت اعملها معاها لان انا عندي ما بياكلوش كوارع، فقلت اعمل معاهم طاجن عكاوي بالبصل كده. ان شاء الله هنعمله مع بعض وهيعجبكم. طبعا انا اديت له برده نص يعني مش نص غلوه، اللي هي ربع ساعه الكوارع غليت فيها. نزلت طبعا كل بقى الزفاره اللي فيها، نزلت كل الريم اللي فيه. هنغسل بقى الحاجات دي كلها، يعني كده هنطلعها كلها وبعدين هنغسلها، وبعدين هنرمي الميه ونغسل الحله. يعني ايه؟ عشان نعمل بقى شويه شوربه كده، شوربه كوارع كده يكونوا ايه حلوين. فهنطلع كل ده وهنرمي الميه، وهنغسل العكاوي وهنغسل الكوارع وهنغسل الحله. شيء اساسي ان احنا نغسل الحله بعد ده كله، وهنعمل ميه جديده وهنسيبها تغلي، وبعدين بقى هنحط المنكهات بتاعتنا. تمام، علشان ايه؟ تشربي شويه شوربه كوارع كده محترمه. طبعا في الميه دي نزلت كل اللي فيها، نزلت كل الزفاره بتاعتها، اي حاجه مش عجبانا اتخلصت منها في الميه دي كلها. تمام. هطلع بقى عشان ما اطولش عليكم، هطلع انا بقى الحاجات اللي في الحله دي وهنشوف مع بعض هنعمل ايه. انا هنا غسلت الحله وحطيت فيها بصلايه، وحطيت شويه كمون صغيرين. انا بحب احط الكمون في الشوربه. احط شويه فلفل اسود صغيرين علشان الشوربه تبقى لونها حلو يعني. تمام. هنحط كمان معاها حبايتين من الكبيبه كده، كام حبايه كده من الكبيبه. هنحط شويه صغيرين من السبع بهارات، حبه صغيرين خالص كده بس ايه، حاجات تدي ريحه بس كده. وهحط كمان حبهان، كام واحده حبهان اهو. وهحط كمان ورقتين لورا اهو. ومش هنسى احط سكر ومتحطش ملح، شويه سكر كده زي ما انتوا شفتوا. مش هنحط ملح لان الملح بيقلل في السوا، فانت هتحطي ملح قبل ما تطفي بربع ساعه مثلا ولا حاجه كده تكون شربت فيه. طبعا احنا غسلنا الحله كويس، وغسلنا الكوارع والعكاوي معايا كويس برضو. بعدين بقى ايه، هنحطهم كده في الميه اهي على نظافه كده، تدي بقى ريحه وتدي ايه طعم وتدي حاجات حلوه. اهو. . 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
تمام. هنسيبها بقى ايه، هنغطي عليها بقى، واول ما تغلي هنهدي عليها شويه صغيره، وبعدين نسيبها بقى مع نفسها كده بقى تستوي بقى ساعه ونص ساعتين على حسب ما تستوي. وبعد ما تستوي كمان لسه هنعمل خطوه تانية هتعجبكم جدا جدا. قلت بقى على ما العكاوي والكوارع تستوي اعمل صينيه رز معمر لزوم التحليه. طلعت بالشكل ده. متنسوش تقولوا لي ايه رايكم. وهنا علشان العكاوي عملت بصلتين مع قرنين فلفل كده، وهدوم تشويحه كويسه مع بعض، وبعدين انزل عليهم بحبيتين طماطم. انا هنا بقى شوحت البصل مع الفلفل تشويحه كده، يعني ما دبلتوش قوي ولا سبته يقرمش قوي. تمام. وبعدين نزلت بحبيتين الطماطم، هحط بقى ملح وفلفل وسنه كمون وشويه بهارات. انا هنا بقى شوحت الطماطم مع البصل والفلفل، وبعدين حطيت شويه شوربه من الشوربه اللي احنا عاملينها. هنزل بقى العكاوي عليها وهنحطها في الفرن، وشوفوا بقى. وهنحطها في الفرن وتابعوني بقى هنعمل ايه. واحلى ما في العكاوي ان هي تتحط في طاجن زي ده كده وتدخل الفرن. يا سلام، حاجه كده عسل عسل عسل. طلعت العكاوي من الشوربه بتاعتها ورصيتها في الحله زي ما انتم شايفين معايا كده. تمام. هنا بقى في الخلاط ضربت طماطم مع فصين توم، وحطيت ملح وحطيت فلفل وكمون، وما نسيتش رشه السكر. تمام. هنحطها على وشها. انا هنا حطيت الطماطم اللي احنا ضربناها مع الثوم ومع الملح وفلفل وكمون على وش الكوارع. تمام. وزودت طبعا شويه شوربه علشان هي هتكمل سواها في الفرن. تمام. زي ما انتم شايفين كده بقى هنحطها تكمل سواها في الفرن، ولما تطلع بقى هوريكم الشكل النهائي. طبعا مع الاكله دي لازم معانا فته، ودي صلصه الفته، توم وخل وطماطم. تمام. هخلص بقى كده وابقى اطلعها من الفرن واوريكم الشكل النهائي. فته انا حمصت عيش في الفرن، ما حمرتهوش في الزيت، حمصته في الفرن زي ما انتم شايفين معايا كده. شكل طاجن العكاوي بعد ما طلع من الفرن ايه رايكم؟ حاجه كده عسل عسل عسل. ودي كانت الكوارع. بصوا حاجه بسم الله ما شاء الله عليها. شايفين؟ بتتكلم عن نفسها، ومتحمرة بقى وفي الصوص وكده. اللي بيحبها ناشفة يعني نشفها شوية زي ما انا عملت كده. اللي بيحبها بقى طرية بصوص كتير بلاش يدخلها في الفرن ويعمل الصلصة في الحلة على البوتاجاز ويحطها فيه. بس احنا بنحبها ايه، ناشفة كده في الفرن. وطبعا ما نسيناش الفتة الجميلة. ايه رأيكم؟ والشوربة بتاعتها حاجة كده ايه، عسل. وعملت جنب الاكلة دي طبق سلطة كده ايه، خفيف. ويا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، ومستنية رأيكم واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.